السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناتي اسماء سليم. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة، يعني بصي هي طريقة كده طريقة تراثية بتاعت اهلنا من زمان جدا. كل الاهالي والامهات زمان كانوا بيحبوا قوي يعملوها لنا. بطاطس محشية لحمة مفرومة. بس قبل ما نبدأ اي حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وعلى صحبه اجمعين. انا هنا معايا كيلو بطاطس. طبعا لما بتيجي تشتريها ما بتحاوليش تجيبيها مثلا مليانه قوي، لا بتكون رفيعه كده شويه، علشان لما تيجي تقوريها تنفع تتحشي تبقى جميله معاكي. بتختاري البطاطس الصغيره شويه بس كده. وانتي بقى بتقوريها القلب اللي هيطلع منها دوت احنا طبعا مش هنرميه، لا احنا هنجيب ميه وطبق ميه ونحط فيه القلب دوت عشان خاطر ما يسودش منك، عشان خاطر لو البطاطس اتسابت كده بتسود. شوفي انا بقورها ازاي، وانتي بتقوريها ما تحاوليش تتكي عليها جامد علشان خاطر ما تتقطمش منك ولا تتخرم منك، لا تفضلي تفضي فيها كده من جوه واحده واحده كده لما تحسي اللي هي يعني ما تحاوليش تسيبي فيها بطاطس كتير عشان ما تبقاش، لا احنا عايزين نملاها لحمه مفرومه. احنا ناس يعني كرمه وبنحب لما نحشي حاجه نحشيها كويس بس كده. تمام. ولما تيجي تقوريها زي ما انت شايفه كده المقوار بتاع الكوسه ده بيقورها معاكي سهله وبسرعه وما بيقطمهاش منك وانت بتقوريها. تمام كده كده احنا بنقورها. انا حبيت بس اوريكي كذا واحده عشان تعرفي تقور ازاي. طبعا انا بتكلم مع مثلا البنانيت الجداد اللي لسه متجوزين، انما اهالينا طبعا دول على راسنا، دول هم اللي بيعلمونا. تمام كده زي ما انت شايفه كده اهوت. بس كده هنجيب بقى طبق نحط فيه القلب ونكمل بقية الكمية كلها. كده انا خلصت الكمية كلها زي ما انت شايفة. و... ودي انا حاطه فيه ميه في القلب عشان القلب ده احنا هنحتاجه دلوقتي. طبعا احنا هنيجي نحمر البطاطس تحمير كامل، هتحمريها من جميع الاتجاهات ومن فوق ومن تحت ومن جميع الاتجاهات عشان تطلع معاكي دايبه وجميله. زي ما انت شايفه كده هتحمريها وتقلبيها على الناحيه التانية. تمام لغايه ما تخلصي الكميه كلها. هنا انا كنت عامله كيلو كيلو بطاطس، انا عملت على نص كيلو لحمه مفرومه. بصي بقى هنحط عليها حاجات اضافات لذيذه وبسيطه. اللحمه المفرومه الستاندرد بتاعتنا العاديه جدا، يعني بنحط عليها بصل، نحمر عليها بصل، بنعملها ببصل بس وملح وفلفل، ما بزودش اي حاجه عليها تاني وعصجها عادي جدا. هنا انا ضفت شريحتين جبنه رومي ومثلا حوالي 3 او 4 معالق جبنه موتزاريلا. مش قادره اقولك هتدي معاكي اضافه جميله جدا وهتدي طعم حلو. بصراحة انا مرة عملتها بالفلفل الرومي والالوان كمان، ضفت عليها فلفل رومي الوان، حسيت مش ده الطعم الطبيعي بتاعنا الاساسي بتاع زمان، فانا كده بعملها لكم زي بتاعت زمان بس مع اضافة الجبن بس مش اكتر. هنا القلب بقى انا جبته. دي طماطم انا عاملاها ازاي، يا دوبك ضربتها في الخلاط في معلقتين سمنة مش زيت، ورحت عاملاها زي صلصة المكرونة. بس يعني ما نشفتهاش قوي، لا لازم تبقى صوص سايل شويه عشان طبعا يسوي البطاطس. حطيت منها معلقتين على قلب البطاطس وحطيت كمان معلقتين، طبعا حطينا ملح وفلفل بس برضو على الصلصه. هنا حطيت معلقتين لحمه مفرومه زي ما انت شفتي من اللي انا حطيت عليها الجبن، ومعلقتين صلصه قلبت بيهم قلب البطاطس وسبتهم. هنا بقى البطاطس هنحشيها طبعا كويس وتحسي انها اتحشت للاخر، عشان كده كده اللحمه المفرومه مش هتزيد مش زي المحشي، عشان تطلع معاكي حلوه كده ومليانه. يعني تحسي اللي هي اتملت خلاص معاكي للاخر خالص. تمام زي ما انت شايفه كده. بصي انا كده بملاها معاكي بحشيها معاكي. على فكره اكله جميله جدا، يعني انا كنت ناسيها ولما افتكرتها ولادي في البيت عجبتهم قوي قوي، كل اهل البيت عندي عجبوهم جدا بصراحه. دي بقى تاكليها مثلا جنب رز بشعريه، تاكليها بعيش بتبقى جميله جدا. على فكره معاكي اولاد صغيرين هيعجبهم الشكل، هياكلوها من غير ولا رز ولا عيش عادي جدا. لازم نغير في الاكل، هنفضل على طول نعمل رز وطبيخ وصلصه؟ لا لازم نغير شويه. بس شفتي انا كده بحشيها قصادك زي ما انت شايفه كده. تمام نخلص بقى كل الكميه وبعد كده ارجع لكم تاني عشان برضو في تكه جديده برضو هنعملها هتبقى لذيذه وهتعجبك. يعني دي تعتبر صينيه بطاطس متحدثه، يعني بتاعت التراث القديم بس محدثينها شويه كده. انا خلصت الكميه الصلصه اللي معايا
بصي بقى، حطيت الصلصه على الوش على طول كلها، بس انا الصلصه حسيت لي تقلت مني سنه، لا هي المفروض تبقى على فكره اخف من كده، بس انا عالجت الموقف يعني. احنا خدنا البطاطس كده وحطينا عليها الصلصه وزودتها شويه ميه صغيرين في ايه، في قعر الصينيه كده، وبعد كده رحت حطهم في الفرن، خدت وش يعني خدت زي ما انت شفتي كده وش كويس، ورحت مخرجاها من الفرن، ورحت حاطه لها الجبنه موتزاريلا كمان من فوق كده على كل البطاطس، بتدي اضافه جميله جدا، وسبتها في الفرن بالظبط مفيش 3 دقايق، المفروض كنت تخرجيها قبل كده.